سي عماد الحمامي، يقلقكم اليوم كحركة النهضة وأنه حليف الأمس يدلي بمثل هذه التصريحات وأكيد كنتوا تبعتوا الجدل الكبير، والفت نقطة مهمة لفت لها الانتباه عادل اللطيفي، مسألة تشكيكه في نتائج انتخابات 2014. يعني حليف الأمس هو ما فماش حليف دايم في السياسة، وما فماش منافس أو خصم سياسي دائم. في السياسة يتغير الحليف ويتغير أيضا الخصم السياسي. ومع سي مصطفى مرزوقي من نهار 5 أكتوبر 2013 احنا خذينا طريق في حركة نهضة واخذ طريق آخر مختلف ومناقض. من نهار اللي عمضينا على خريطة الطريق وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية رفض الإمضاء، من نهارتها ولينا احنا ماشيين في اتجاه وهو ماشي في اتجاه. والأمر هذاك متواصل إلى الآن. والكلام اللي قالوا سي صحيح أنه سي مصطفى مرزوقي المرشح الرئاسي في انتخابات 2014 استفاد كثيرا من عديد الأصوات من حركة النهضة، ولكن هذاك كان ضد إرادة قيادة حركة النهضة. ما تعطاش أوردر وقتها للتصويت؟ لا أبدا، مستحيل، معناها لم يحصل ذلك. أما سي مصطفى مرزوقي الحجم نتاعو هو النتيجة اللي خذاها السي بي ار في انتخابات 2014، والوضع الحالي نتاعو هو قاعد يضر في روحه أكثر من يفيد في نفسه. خذا فرصته في ترأس تونس بعد الثورة. كان عندنا واجب تحفظ احنا طيلة السنوات اللي ترأس فيها، ولكن اليوم نجم نحكيو على الأداء ونجم نحكيو على الطاقم الرئاسي الذي اقتصر على السي بي ار بنسبة 100%. بل انه حتى الترويكا ما كانش عندها الحق تدخل قصر قرطاج، لا من النهضة ولا من التكتل. يعني كان التعيينات تحكي يعني كان نشوفوا الحكومة اللي ترأستها النهضة نتاع الترويكا شاركت معها السي بي ار وتكتل. كان نشوفوا المجلس التأسيسي اللي ترأسوا تكتل نلقاو النهضة ونلقاو السي بي ار. كان نشوفوا رئاسة الجمهورية اللي عند السي بي ار ما نلقاو كان سي بي ار بنسبة 100%، وبالتالي العملية من وقتها راي. التصريح الأخير اللي قام به سي مصطفى مرزوقي مرفوض في المضمون متاعه، مش فقط لأنه رئيس جمهورية حتى كمواطن. لا، الكلام غلط، توانسة ما همش هكاك. يعني علاش احنا نقولوا لأنه رئيس جمهورية ما حقوش قال الكلام هذاك ولا ما حقوش قالوا في الخارج؟ نخي صحيح اللي توانسة سراق، وصحيح اللي توانسة مرتشين، وصحيح الكلام هذا. التوانسة راهم حتى كي عملوا ثورة، أوباما رئيس الدولة الأولى في العالم قال الثورة دي لازم نقريوها لأولادنا. البلاد هذه فيها معناها عصارة متاع تحضر ومتاع تقدم، واحنا بلاد هذه بنيناها وروسنا مرفوعة من قديم الزمان، لأن تونس حكمت في البحر الأبيض المتوسط مدة 6 قرون، وثم حتى قوة عظمى جات من بعد حكمت 6 قرون. حتى الدولة العظمى اللي أنت تحكم في العالم ما كملتش حتى قرن. احنا قرطاج سيطرت بالتحضر متاعها وأستها امرأة. الدولة الحديثة واصلت في نفس هذا، مانيش نحكي على 3000 سنة على تو، ولكن اللي قالوا السيد مصطفى مرزوقي مرفوض وخاطئ وكلام غلط. خاطئ في المضمون نتاعو، لكن مش فقط لأنه رئيس جمهورية ما حقوش يقول الكلام هذا.